الغربة صعبة وصعب تلقى نفسك في الغربة وتحقق أحلامك. ضيف اليوم شاب ليبي مقيم في أمريكا له أكثر من 8 سنوات، عنده حب من صغره للسيارات وكافح وتعب لعند ما وصل وفتح شركة خاصة بتأجير السيارات في أمريكا في لوس أنجلوس. تعب، كون نفسه بنفسه، محبوب جدا بين أبناء الجالية الليبية في لوس أنجلوس. مني زياد الشبلي كيف بدا الشغل متاعه وكيف كل طقوس الغربة معاه حنعرفوها في تاني حلقة من تكسير اللوز مع زياد الشبلي. زياد الشبلي، انا جدا 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 سعيد انك انت معي اليوم، رغم اني عارف لك يعني نعرفك لي اسبوع، لكن فيه موده كبيره بيني وبينك، فان شاء الله حتكون انترفيو مليح. شنو توقعك للانترفيو قبل؟ والله سفيان، انا اسعد بوجودك وبمعرفتك في نفس الوقت. المقابله حتكون كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. زياد، مبدئيا اللي ما يعرفكش تمام، اللي حيشوفك اول مره، انت كيف تعرف بنفسك؟ هيك نبدا بسيط عليك انت باش عرفت put people on point. الاسم زياد الشبلي، من منطقه بوهديمه، مدينه بنغازي. اللي جيت هنا في شهر 5 في 2009 وما زلت موجود الى الان، الى ان يشاء الله ان شاء الله. زياد، زي ما قلت لك 8 سنوات عايشه هنا ان شاء الله. اول شيء شنو السبب اللي خلاك تجي لامريكا؟ وهل لما جيت كنت متوقع وكنت حاط في بالك انك حتقعد الفتره هذه كلها، ولا هي ظروفك تحكمت وبقيت تروح قاعد؟ الحق ظروف، والله الحق انا كنت جاي لامريكا لمده 9 شهور فقط، وبعدها كنت حنرد لي ليبيا، فعجبنا الجو هنا وصارت عمليه يعني تحدي بيني وبين نفسي، ان هل نقدر نثبت وجودي او لا. فهمت؟ اول شيء هل السيارات عندك حب للسيارات من وانت صغير، او الحكايه هيك لقيتها موضوع ممكن هنا شفت سيارات عجبك الجو خشيت فيه، ولا هو من بدايه حياتك هيك؟ لا من البدايه نحب السيارات اللي هن الجديده وكي ديما نحب نتبع اخبارنا. عرفت؟ تمام. فانت فتحت بزنس، طبعا انت عندك شركه انت اللي فتحها الخاصه بك، انك انت تاجر في سيارات وسيارات فارهه يعني. طبعا ان شاء الله. كلمنا عن البزنس بتاعك، كيف بديته وشنو تدير بالضبط، وشنو الخدمه عندك؟ هل هي هلبه وشويه ومره وكيف بالضبط؟ هي الحق بحكم المدينه اللي انا عايش فيها اللي هي لوس انجلوس، طبعا دائما فيها يعني سواح وكذا. ف كنت نقرا في يعني في كليه يعني سانتا مونيكا كوليدج هنا في امريكا. لازم الواحد يقرا ويخدم، سواء كان متوسع ماديا او مثلا يعني متضايق شويه، مثلا لازم منها الخدمه. انا فهمت. وانا نحب السيارات، ويعني علاقاتي يعني الحمد لله رب العالمين، انا انسان اجتماعي، نحب بك نتواصل مع الناس، ونحب ديما يكون لي اثر طيب بين الناس. عرفت كيف؟ فاستغليت العلاقات يعني الموهبه بتاعي هذه. فكرت قلت ليش ما ندير الشركه. انا اصلا يعني كنت نشتغل مع ناس كانت عندهم حتى هم نفس الشركه بتاعي. عرفت؟ اللي هي شركه يعني كيلوموزين. فهمت؟ لما يجوا السواح مثلا من دول الخليج، انت هيك من دول عربيه، يبوا ناس يثقوا فيهم، يبوا سيارات كويسه، يبوا مثلا شقق مفروشه، قصور مفروشه كذا. فانا بديت بفكره. طبعا انا لما تفتح شركه، لما انت تقول انا عندي شركه انا في امريكا، ما هيش يعني حاجه كبيره، ومش مثلا لازم يكون عندك مثلا مبلغ كبير ولا شيء. انا شركه فتحتها ب $300 بس يعني. فهمت؟ انا في امريكا ب $300 $200 تقدر تفتح شركه رسميه باسمك، بس لازم يكون الواحد عنده علاقات كويسه. عرفت كيف؟ وانا انت مظبوط. انت ما تملكش السيارات، بس انت عندك علاقات مع اصحاب المعارض او شيء، وتاجر منهم وتعطي للسواحه. ما يعني طبعا زي العميل انت في النص، زي عميل. وين عميل؟ لا مش 90% يعني نفس الكلام اللي انت قلته. طبعا فهمت كيف؟ فزي ما قلت لك، انا لما فتحت الشركه ويعني عندي علاقات كويسه وكذا فقلت نستغل ان الواحد يكون عنده يعني مصدر رزق بالحلال. عرفت كيف؟ فزي ما قلت انت، انا عندي علاقات كويسه بناس امريكان وناس مكسيكان في نفس الوقت، عندهم معارض كبيره جدا متاع يعني سيارات يعني فارهه جدا. فهمت؟ وعلاقتي بهم ممتازه، ويثقوا فيا لدرجه انت ممكن مش نقول لك ما تتخيلهاش، بس حاجه حتفرحك يعني. عرفت؟ يعني هم يعرفوا من هو الشخص اللي هو ياخذ منهم في السيارات، هم يعرفوا زياد، ما يعرفوش الناس الثانيه. والناس الثانيه طبعا يجوا هنا طبعا بعائلاتهم بكذا بشيء، فانا نوفر لهم في كل شيء. عرفت؟
السيارات من قبل يجوا يحجزوا فيهن، مثلا يقول لي سياره كذا كذا. طبعا السيارات الفارهه هذين لازم يكون الاجار متاعهن لازم في سكيورتي ديبوزيت، والسكيورتي ديبوزيت عالي طبعا، مرات يوصل عند $10,000، لازم يكون كاش ولا لازم يكون تشيك ولا شيء، فهمت؟ بس هل فيها خطر؟ هي تحسها كأنها فيها خطر شويه انك انت، لان انت تاخذ من اصحاب المعارض بالكلمه، احنا زي ما نقولوا في ليبيا بالكلمه طبعا. هل فيها خطر مرات تاجر شيء تصير لا قدر الله حاجه للسياره تقعد انت في مشكله؟ هل صارت من قبل؟ لا صدقني انا ماشي بمثل اللي يقول لك عينك ميزانك، عرفته؟ هي فيها مجازفه شويه يعني، بس انا الحمد لله ما عمريش اجرت سيارات من انت من هالنوع لحد انا نعرف انه هو مش قد المسؤوليه ولا مش قد مثلا يعني كلامه، ولا فهمت علي؟ يعني ناس معروفين يعني، قصدي حتى في الدول متاعهم وكذا، وانا نثق فيهم ونعرفهم كويس، وهم في نفس الوقت يثقوا فيا، عرفتك؟ على سيره العلاقات، شوف انا من خبرتي في الغربه البسيطه، لما يجي شيء جنبك في مشكله الليبيين ما يخلطوش الا الليبيين بس، او ما يخلطوش بكل، او يخلطوا العرب بس. عندهم مشكله انهم يخلطوا النيتيف بيبل، الناس يعني ناس البلاد نفسهم، مثلا هنا امريكان او انجليز او غيره، وين ما هم كانوا. انت حسب انا طبعا متابع فيك ونشوف فيك، انت عندك خدمه ثانيه غير السيارات، اللي هي انت تخدم مانجر في سوق او محل، مش عارف، هو مول كبير اسمه نيمان ماركس. تمام، يعني برايفت مول، عرفت؟ تمام. انت تخدم مانجر في مول، يعني في نفس الوقت عندك علاقه كويسه جدا مع جيرانك، مع الناس اللي تشتغل معاك، مع الناس اللي هم اصحاب المعارض وكذا، يعني زي ما قلت انت اجتماعي طبعا. فشو رايك في الليبيين اللي ما يستغلش الفرصه متاع انه هو يتواصل مع الناس هذول، انه هو ما يستغلش فرصه انه هو يتعرف على ناس اكثر؟ علاش الليبيين هيك انت بحسب وجهه نظرك، علاش الليبيين متقوقزين على نفسهم نوعا ما وما يصاحبوش الا في نفسهم بس؟ والله حقيقه انا نقول لك ان يعني الواحد يفتخر انه هو ليبي، عرفت كيف؟ بس الليبيين انا خلطت وما زلت انخرط في جميع انواع البشر، جميع الجنسيات، جميع الاشكال، الالوان. الشاب الليبي الخامه متاعه يعني ممتازه، عرفته؟ طموح وكذا وشيء، بس في عندنا النقص يعني شويه، عرفت كيف؟ طبعا النقص هذا يعني ما نبيش نقول لك من البيئه متاع ليبيا ولا شيء، بس يحب يقعد مع ليبيين، ما يحبش مثلا سواء مثلا في رحلات، في سهرات، في كذا، في اي شيء، في نوادي، لازم يكون مع حد ليبي او حد عربي. فانا ننصحهم نصيحه اخويه انهم يفوتوها هذه ويندمجوا في المجتمع الامريكي ولا المجتمع الغربي، بس يخلوهم يعني يحافظوا على المبدا بتاعهم اللي هو خليهم زينا وياك، العادات والتقاليد عادي تماما، دائما خلي اثر طيب عند الجميع. زياد الغربه مش سهله، والليبيين ما يبوش يقتنعوا ان الغربه مش سهله، يشوفوها انك انت متغرب، انت جوك مليح، انت تمام. وطبعا زي ما تعرف الغربه ما نكذبوش يعني فيها لحظات حلوه، فيها تعيش شويه، لكن في نفس الوقت فيها قلبها حاجات صعبه. شنو اصعب المواقف اللي انت 8 سنين ما شاء الله، شنو اصعب المواقف اللي واجهتك، وشنو اصعب المواقف اللي تستحش فيها ليبيا تقول بتاع انا توا يا ريتني انا في ليبيا، يا ريتني بنكون في ليبيا توا؟ اصعب المواقف ان الواحد يمر بظروف ماديه يعني قاهره جدا، فهمت كيف؟ ويضطر انه هو يستلف مثلا او شيء. انا مريت بيه شخصيا والحمد لله يعني خلصت واجد، والحمد لله الامور في تحسن، يعني دائما في تحسن، ودائما يعني نحسب فيها النقطه هذه، دائما يعني تحفز فيا، مش اني انا انت شنو الاوقات اللي تقول بتاع انا توا يا ريت نكون في ليبيا، يا ريت بتاع نبي نمشي لليبيا توا بتاع؟ ممكن تكون مثلا لا قدر الله لو مرضت مثلا، فيش من يعتني بيك، ممكن تكون عند حد مات مثلا غادي كذا. هل بمواقف ممكن تصير انت شنو الموقف اللي تقول بتاع يا ريتني في ليبيا توا، يا ريتني ما جيت لامريكا بكل ما تقول؟ والله خليني اقعد معك صريح، ممكن الناس اللي هنا في لوس انجلوس في امريكا انت يعرفوها كويس، لان اللقطه هذه اني انا ما روحتش بكري طبعا لما جيت يعني ستريت قاعد هنا، فهمت؟ بس يعني محافظ على المجتمع الليبي هنا في لوس انجلوس، دائما يعني دائما تلاقوا في الاعياد، في المناسبات، في كذا، فدائما الفراغ والنقص هذا دائما هيك نعبوا فيه مع بعض، عرفت؟ سواء مثلا في العيد نعيدوا مع بعض، في الصيام نفطروا مع بعض، يصير المواقف مع بعض، تهونوا في الغربة على بعض، نساعدوا في بعضنا، يصير مشاكل بين شخص، ويعني دائما هيك نحلوا فينا، عرفت كيف؟
فانا حاسس اني انا قاعد في ليبيا، مانيش مثلا قاعد خارج ليبيا. بالضبط. وانت يعني معرفتي بيك انا صغيره، بس نعرف ان انت يعني ما تردش في حد اللي يجيك مثلا زياد نبي شقه، تلقى روحك انت تدور له، ممكن اكثر حتى منه هو، واللي يبي مثلا سياره، واللي يبي مش عارف يعني مشاكل يمروا بها. طبعا. هل تحس انت كانها مسؤوليه مثلا، خصوصا مع خلينا نقول الشباب الصغيرين اللي كيف جايين او كذا، هل تحس انها مسؤوليه بما انك انت اقدم منهم هنا لازم تساعدهم، او تحس انك انت لا يعني هذا اولاد بلادي وهذه لاني انا شخص كويس او كذا ما فيها شيء عيب، او لان مرات تكون صعبه، عرفت، مرات تتحشم، مرات مش فاضي، مرات مشغول. خليني نقعد معك صريح، حتى في قمه نقعد انا قمه اني انا مشغول نحب نساعد، عارف لو ما نساعدش حد انا نضايق نفسي، وخاصه يكون ليبي هذا انا نشيله فوق راسي الحقي، وراه ما ندورش راه من اي منطقه، من اي مش عارف شنو توجهات، ما ندورش، يكفي انه هو ليبي نعطيه عيوني، ما عنديش مشكله. خلاص $5000 لو سمحت. تو زياد عندنا فقره نزلنا بوست عليك في سناب شات، في الانستغرام، في الفيسبوك، تكلمت فيه هيك باختصار عليك، وخليت الناس يبعثوا الاسئله اللي يبغاها. مبدئيا اكثريه الاسئله كانت عليه المشروع، كيف بدايته؟ هل انت لقيت صعوبات فيه؟ قديش قعدت فيه وقت؟ هل اخذ منك هل جهد؟ هل الموضوع مش سهل ان شخص يدير مشروع، يبدا مشروع، او كيف بالضبط؟ ما خذتش وقت واجد يعني الحق، صليت صلاة استخارة كم مرة في الموضوع هذا، وانا متاكد انه هو حيكون شيء سهل بالنسبه لي، لان زي ما قلت لك عندي علاقات من الى هذه يعني، فما بين ما ربك فحدث يعني، الحمد لله رب العالمين، سواء مع عرب، مع امريكان، مع حتى مع الدوائر اللي الحكوميه. انا في امريكا، يعني انا في لوس انجلوس، ففكرت في الموضوع واستشرت شخص حتى هو عنده خبره في المجال هذا اكثر من 20 سنه، فقال لي توكل على الله، وانا معك توكلت على الله. بس هل برايك اي حد يقدر يديرها؟ يعني اكيد الموضوع باجتهاد. والله اي حد يبي يديرها انا نساعده من الى، ما عندهاش مشكله، بك تفضل مرحبتين. بس لازم يكون مجتهد، لازم يكون ذكي، لازم ناشط. مش ذكي ناشط، لازم يكون طموح، يقعد قد المسؤوليه، ولازم يكون مكافح، ولازم يبذل مجهود واجد، عرفت، لازم يكون صبور في نفس الوقت، لان الصبر يعني باش انك انت تكون روحك وتكون نفسك بالطريقه هذه. انا في امريكا خاصه في لوس انجلوس هم يقولوا الامريكان you make it in LA you made it in LA you can make it anywhere. عندك لوس انجلوس وعندك نيويورك، اذا كان انت لانها زحمه وصعبه لانك انت نجحت في المدينتين هذين حتنجح في اي مكان في العالم، لانك انت مش 6 مليون ولا 10 مليون، ارقام كبيره يعني، عرفت. فاخترت الاسم، اعطوني هم طبعا 3-4 اسماء، اخترت انا الاسم اللي هو فهمت سميتها هاي لايف ليمو ليموزين، وسجلتها هنا في لوس انجلوس لمده 5 سنوات من غير ضرائب. هذه طبعا تبي حتى علاقات شويه، فهمت كيف؟ في فيتامين وا صار هنا. في فيتامين وا. لا مش وا، انا في فيتامين ذال اللي هو بتاع الذكاء، لازم واحد يكون ذكي شويه، عرفت. هم عندهم يعني بس الخدعه القانونيه. ايوه لازم يعني في ثغرات عندهم هنا في الدستور الامريكي، لازم الواحد يستغل يعني كويس. ونحن طبعا ما شاء الله خبره في المواضيع هذه في ليبيا. السؤال جاي قال هل لو كنت انت قاعد في ليبيا كنت ممكن حتنجح هيك، وكنت ممكن حتدير مشروع زي هيك؟ صعب علينا شويه احنا سيارات فارهه في ليبيا، بس كنت هل كنت حتنجح وتدير مشروع زي هيك في ليبيا؟ مشروع زي هيك لا، بس اذا كنت انا عايش في ليبيا، انا متاكد اني حنطلع بموضوع مشابه لهذا، او يعني حيكون ناجح في ليبيا. زياد الشبلي، عندك 100 ثانيه تجاوب على اكثر عدد اسئله ممكن. جاهز؟ ان شاء الله، تفضل. زياد الشبلي مواليد مدينه بنغازي، ومن بنغازي، قديش عمرك؟ الحق قول الحق. اعتقد 33 ممكن، مش عارف. ناشط جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وديما تنزل في صور وفيديوهات وغيرها. علاش ما تخليش الموضوع بابليك وتخلي الناس تركز معك اكثر؟ علاش ما تكون شخصيه عامه؟ ما نحبش نخلق اعداء الحق. كم سعر اغلى سياره اجرتها؟ سعر الايجار؟ سعر الايجار $1700 في اليوم. 8 سنين ما روحتش ليبيا، علاش؟ ما زلت ما حققتش الاهداف اللي نبينا.
تمام. ديما في سيارتك اللي يعرفك تفتح في اغاني ليبيه، هل انت عندك حب لاغاني ليبيه وهذا نوع من الاشتياق والحنين للوطن خلينا نقول؟ لا من محبي وداعمي للاغاني الليبيه يعني ان شاء الله. قبل كم يوم نزلت على السوشيال ميديا ان انت خاطرك تشوف رئيس ليبيا يكون شخص شاب، هل ممكن تشوفوك انت في المستقبل لو جت فرصه انك انت تشد منصب في ليبيا؟ ما اعتقدش. تنشر ديما فرائك السياسيه على الوسائل التواصل الاجتماعي، هل ما تخافش ان الناس تحكم عليك تقول انت عايش غادي مش ليك علاقه وعلاش تدخل وعلاش تنزل ديما؟ لا، لانهم عارفين من هو زياد في طبيعته يعني وطبعه، فهمت؟ شنو السياره اللي بتحلم تشتريها وتملكها؟ لامبورغيني. اكثر شيء استحشته في ليبيا؟ اهلي طبعا، عائلتي، جيراني، اصحابي. وين تشوف في روحك بعد 10 سنوات؟ بعد 10 سنوات باذن الله تعالى حنكونوا في مكان احسن من هذا المكان باذن الله تعالى. هل عندك اي خطط انك انت تروح لليبيا؟ والله ان شاء الله باذن الله، ممكن العام الجاي ان شاء الله. هل في اي خطه انك انت تطور الشركه بتاعك؟ طبعا اوريدي بادي فيه. انا يعني جميع ما يستحق السائح اللي هو من شقق مفروشه، قصور مفروشه، حجز اوتيلات، سيارات، سواقين، كل شيء يعني ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. بعدين خلف الكواليس هيك، عرفت لما يتم الفيديو خلف الكواليس. هي جاهزه. نحي الواحد. اقطع شويه وقف. انت واسطه. انا راح يطلع حاجات عفويه شد. مش لاقي حد معاه.